بص شوقي كبني ادم بصراحه ما اقدرش اتكلم عليه، لان فعلا انا بحبك. عارف انا ما كنتش بحبك في الاول. عارف ولا انا كنت بحبه بصراحه يا جماعه. كنت انا وهو ما بنحبش بعض خالص. ما كناش بنحب بعض بصراحه. وبعد ما علاقتنا اتحسنت بقى كان كل واحد بقى يهزر مع التاني يقول له ايه انت ليه ما كنتش بتحبني في الاول، مع ان احنا ما شفناش من بعض مواقف وحشه في الاول، ولكن يعني ما تفهمش كده لله في لله. بس طبعا بعد ما اتعاملنا مع بعض وكده وقربت من شوقي حسيت ان هو بني ادم كويس قوي، يعني بعيد عن الملعب. بره يعني بره الملعب انا ما عنديش اي كومنت عليه، بس طبعا في الملعب لا عندي حاجات كتير قوي قوي بصراحه. تعليمات لكل اللي حواليه، يعني ايه، بص البركات مش عارف اما بيبص لي في الملعب بحس انه قرفان مني، حتى لو ما عملش حاجه غلط، يعني حتى لو اللعب شغال عادي وبتاع واحد واقع اللي يبص كده قرفان مني، مش عارف يعني قرش ملحتي ليه كده. لا مش فيك يا بركات، انت عارف كده. بلاش وانت عارف التعليمات عشان نكسب. مش طب عشان حاجة بلاش يعني. بلاش بصيت بصه غلط، انا مثلا مش هلومك يعني ما بتكلمش مع حد، انما انت ممكن تبص البصه غلط وتشتمني انا يعني، او تشتم اي حد في ليه بقى؟ لا بتحصل والله. هو طب انا ولا وائل جمعه؟ لا هو انت طريقك يعني ايه مختلف عن طريقه وائل جمعه، يعني انت ممكن قرفان من اللي حواليك تزعق تشتم بتاع، لا جمعه بيبقى غلطان والغلط راكبه من ساسه وراسه ساسه لراسه. انما جمعه بيعمل حاجه لذيذه قوي في الكاميرا قدام الناس، اول ما يغلط يقوم رايح على اقرب مدافع في الفرقه تبعنا برضو، يقوم مطبطب عليه قدام الكاميرا وبتاع ويقول له معلش وبتاع وكده، هوبا خلاص لبسه الجول. هي بقى كده. لا ده انا اجيب لك شرايط، وارجع بقى هاتوا شرايطكم هنا. ده حطها في عبد واحد في منتخب قطر، حسن حطها برجله وراح قام مطبطب عليه. رامي ربيعه الكره، لا في اسمه ايه الجون الاخراني الداخليه، الكره عدت من رامي قام وائل هو اللي مرجعها للمهاجم، شفت على طول اول ما رجعها له اول ما دخلت يجري على طول على رامي وبتاع. فطبعا ان واحد اول انطباع بص ده اللي بيتطبطب عليه بيقولوا له معلش ده هو السبب وده، بس على مين؟ جمعه يساع على الناس كلها انما علينا احنا لا. فجمعه مختلف عنه يعني انت، انما راجل يا شوقي تشرب بريك.